صباح النور والسرور، ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تتفرجوا في الفيديو هذا. اليوم باش نعمل معاكم الفريكاسي التونسي. تابعوني خطوة بخطوة باش تشوفوا كيفاش الوصفة. ناخذ رطل الفرينة، عليها كعب عظم، 3 مغارف زيت، باكو خميرة خبز، مغرفة صغيرة ملح ومغرفة كبيرة سكر. نخلط كل شيء. باش تتجانس المكونات الكل مع بعضها نخلطهم مليح مليح. وبعديك نبدا نعجن بالماء الدافي، او كنصب بشويه بشويه ونعجن ونصب ونعجن للي تولي عجينه متماسكه. بالنسبه ل 500 غرام فرينه طيحت لي 22 كعبه. اذا كنتي تحب اكثر يعني باش تعمل كيلو فرينه باش تطيح لك يعني الدوبل، او كأنتي تدوبل في المكونات. توا باش نبدا نعجن بيدي، نعجنها مليح مليح. ومن بعد نخليها ترتاح اقل شيء ساعه من زمان. توا بديت نشكل فيها العجينه، او كان نعملها انا كيما الدائره ومن بعديك نعملها سوفور نتاع الفريكاسي. بعد ما نكمل الكعبات متاعي باش نخليهم يرتاحوا اقل شيء نصف ساعه باش يزيدوا يخمروا. هكاك تجيكم خفيفه ومن داخل هشوشه. توا بديت نقلي في الزيت، والزيت راه لازم يكون حامي. راك تشوف هاي الكعبه كيفاش قاعده تنفج، جيت خفيفه وهشوشه على الاخر. جربوها راهي حاجه بنينه برشا. نعرف التوانسه الكل راهي تعرف انه تعمل فريكاسي، لكن انا نتكلم في جماعه من المغرب من الجزائر من مصر. فهمت؟ هوني هذه الحشوه: البطاطا المسموطه، عظم مسموطه، هريسه، زيتون، طن. هذه هي المكونات متاع الفريكاسي. دونك نحل الكعبه من داخل ونعبي بالمكونات متاعي. حاجه بنينه برشا، حاجه تذكرنا بياماتنا قبل في الليسي قداش كنا نموتوا على الفريكاسي. حاجه يحبوها كبار وصغار، وما فماش سائح يجينا لتونس لهنا وما ياكلش الفريكاسي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو اليوم، وان شاء الله في فيديو جديد، وبسلامه.